عمرك دخلت مكان فيه ناس كتير وحسيت إنك مش قادر تتكلم، قلبك بيدق بسرعة، إيدك بتعرق، وحاسس إنك لو فتحت بقك هتقول حاجة غلط وكل الناس هتبصلك؟ لو ده بيحصل معاك يبقى غالباً أنت عندك رهاب اجتماعي، بس متقلقش، ده ليه حل وهنمشي مع بعض خطوة بخطوة. الخطوة الأولى، افهم إنك مش لوحدك، أكتر من 10% من الناس بيعانوا من الرهاب الاجتماعي، يعني أنت مش غريب ولا مكسوف زيادة عن اللزوم. الموضوع ده منتشر جداً وبيبدأ من سن صغير. أول خطوة إنك تفهم إن المشكلة مش فيك، المشكلة في خوف متضخم بيتهيألك جوه دماغك. الخطوة الثانية، واجه المواقف على قدك، متدخلش على نفسك جامد وتروح تتكلم في حفلة أو قدام ميكروفون. ابدأ بحاجة بسيطة، زي تسأل سؤال في المحاضرة، تتكلم مع زميلك في الشغل، أو حتى تبعت فويس. بدل ما تكتب، كل ما تواجه موقف صغير وتنجح فيه ثقتك في نفسك هتكبر. الخطوة الثالثة، خليك واعي لأفكارك. العقل ساعات بيكون عدونا، بيقولك هيضحكوا عليك، هتتلخبط، انت مش قدهم. بس الحقيقة إنك لو وقفت قدام مراية وقلت الكلام ده لحد تاني هتلاقيه قاسي وغير منطقي. بدل الكلام ده أنا بعمل اللي عليا، كلنا بنغلط، أنا بتطور كل يوم، صدقني هتحس بفرق. الخطوة الرابعة، سيطر على جسمك قبل عقلك. الخوف بيبان على الجسم قبل ما يبان على الكلام، فلو قدرت تهدي جسمك عقلك هيرجع يركز. جرب التمرين ده، خد نفس عميق وعد لحد 4، كرره كذا مرة وهتحس إن جسمك بدأ يهدى فعلا. الخطوة الخامسة، لو مش قادر لوحدك اطلب مساعدة. لو الرهاب مأثر على شغلك، دراستك، حياتك، يبقى لازم تروح لحد متخصص. العلاج النفسي، خصوصاً السلوك المعرفي، بيجيب نتائج ممتازة في الحالات دي، والقعدة مع معالج نفسي مش ضعف، دي شجاعة. الرهاب الاجتماعي مش حكم مؤبد، هو حالة ليها علاج، بس محتاجة شوية صبر. كل مرة تواجه فيها خوفك، حتى لو حاجة صغيرة، انت كده بتكسب. ابدأ بخطوة وكل حاجة هتتغير بعد كده. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، واستناني في فيديوهات تانية عن علم النفس. سلام.